بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كما تكونوا بخير، يلقاكم وصفاتي بخير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. بغيت نقول لكم توحشتكم بزاف بزاف. ان شاء الله انتم ثاني كنتوا توحشتوني. اذا كما راكم تشوفوا في المنظر، هذا رفيس ولا اروع ولا اروع، انا نبغيه بزاف بزاف. هذا رفيس حنا نقولوا له رفيس تنس. يجيب الورق تاع الرقاق ولا تاع مسمن كيما المسمن تقريبا. بغيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه. انا تاني ما كنتش نعرفها، تعلمتها مؤخرا، عجبتني بزاف. تاني تخرجيه تاني، يعني حاجه راقيه وماهيش مكلفه بزاف. اذا نبداو الوصفه يعني بكل تفاصيلها. ان شاء الله كامل تفهموا عليا وتجربوها. اذا عندنا سميد تاع مسمن. درت له شويه ملح ورونته بالماء عادي. تبغوا ديروا فيهم مغرب خل كحافظ ديروها. اذا دورته في البيترا دلكاتو شويه ومن بعد قلحته. راكم عارفين كيفيه الدلك تاع مسمن، يعني الناس كامل تعرف. نرونه ناشف ومن بعد نطلقوه، يعني ماشي لديك الدرجه حتى ما نطلقوش نرفدوه، ولكن غير بشويه. ما نطلقوش لدرجه قلت لكم كبيره، غير بشويه حتى يضل عندنا عجينه طريه طريه متماسكه. اذا جبتها هنا على طاوله العمل، عاودت قاعد ندلك فيها بيديا حتى اللي تشوفوا هذوك البولات يبداو يخرجوا، هذوك البولبيلات هذوك، يضل هذاك السميد يطردق بين يدينا. اذا من بعد هذه اللي دلكناه مليح، نجيبو بلا ولا حتى هو على طاولة العمل، ندهنوها بشوية زيت ونقعدو نبيزو فيها بيزات صغار. اللي ما عندوش بيترا يدلكو بيديه عادي. يدير طريقة هذاك الكيس بلاستيكي، يدهنو بشوية ماء ويديرو فيه ويخليه يريح، ومن بعد مرة على مرة يقعد يدلك فيه. هذه تاني طريقة مليحة. اذا هنايا ها هو بيزتو بيزات صغار، حطيته على طاولة العمل. نغطيه بورق بابي، انا بابي فيلم ولا ورق هذاك الشفاف، ونخليه يرتاح. اذا انا ما درتش كميه كبيره، هنا درت غير كيلو سميد، وزدت له غرفيه تاع فرينه، نسيت ما قلت لكمش في المقادير. اذا ورونتو عادي، ما قطعليش بزاف، قطع لي ربي 20 ولا 21 بيسه. اذا قلت لكم بيجتو مليح وغطيته. لا تاني 31 بيزه ماشي 21، مي غلطه. المهم قد لي ارتاح، جبت زيت وقعدت نحل فيه بيديا. حليت زوج وراقي، يعني في البدايه لازم نحلو زوج وراقي، دروك تفهموا عليه. اذا راكم عارفين كامل الطريقه تاع اللي نحلو بها المسمن ولا حتى الرقاق. نحلو الحواشي كامل الاطراف هذوك نحلوهم مليح، ثم نبداو نكسلو، يعني نشعو من الوص للحاشيه. اذا بعد اللي حليتهم للزوج هذوك الوراقي، اش غادي ندير؟ نجيب الورقه الزوجه ونديرها فوق اختها. سمحوا لي على هذا الصوت باسكو راني الصباح بكري ندير المونتاج، تلموني ما عنديش الوقت، راني بصباح بكري.
اذا درت ورقه فوق ورقه، ونكون ندير دايره الطاجين تاعي ولا هذيك الصفيحه هذيك درتها فوق الكاس الحمام نقصوا لها. اذا ونحطوهم كيما هكا، يعني حطيناهم زوج مع بعض. كي نشوف نحسوا باللي نشفت من تحت نقلبوها كيما هكا بهذه الطريقه، نقلبوها ونخلوها باش تنشف لنا على الجهتين كيما هكا. اذا نعاود نحلو الورقه الثالثه ونجيبوها كذلك نديروها فوقهم، غير تبدا تنشف شويه نقلبوها لتحت باش طيب لنا مليح كيما هكا كذا. يعني نقعدوا بهذه الطريقه نخدموا، نقلعوا طبعا الحواشي باش ما يجوناش غلاط. اذا كيما هكا ونعاودو نقلبو كيما درنا الخطره الاولى. اذا هنا راه عندي 3 وراقي، قلت لكم نواصلوا كيما هكا حتى نكملوا كامل هذوك البيزات. اذا نعاود معكم وحده اخرى، هذه الورقه الرابعه كذلك نحلها مليح ونديرها فوق الخبزه هذيك. اذا ثم نقلبها على الهدف من هذه باش هذوك الاوراق كامل يطيبوا مليح ويبسوا باش نطيبوا نفتوهم، ماشي يبسوا درجه كبيره ولكن يطيبوا يعني يجوا مقرمشين ويجوا رقاق كيما هكا. راني كملت كامل البيزات. هذه هي الخبزه النهائيه اللي تحصلت عليها. كيما هاك. اذا قلت لكم ندير واحده من الفوق نشوفوها نشبت نقلبوها نخلوها طيب ونعاودوا بنفس الطريقه، يعني نقعدوا غير نديرو ونقلبوا. اذا هذيك ما كانتش الورقه النهائيه، هذه هي الورقه النهائيه. حليتها مليح وعاود درتها كذلك ونطيب بنفس الطريقه. المهم هذه هي الفطيره، هذاك هو كامل العجين اللي درتو تحصلت عليه كيما هاك. فتتو بيديا ومن بعد ديتو الاشوار طحنتو، يعني نطحنوه بشكل رقيق. هذا هو الشكل تاعو النهائي. درتو جبت كسكاس درت الماء يغلي وحطيته بيفور. المهم انا حطيته وزريت عليه درت فيه الزبيب، حبات الزبيب ودرت السكر وخليته يفور. هنايا نديرو من الفوق كامل السكر باش هذاك السكر يعاونو باش يضل هذاك الورقه تاع الرقاق ولا مسمن تضل طريه. اذا هذا هو بعد من اللي فار وشتو راها طري درت له الدهان الماكارين ولا زبده ولا دهان، وطبعا درت له سكر كلاصي باش يعطينا الذوق حلو. اذا نقعد نخلط به حتى اللي كامل نحسوا بلي دهناه مليح وراه حلو وراه طري في يديا. اذا دروك تشوفوا الشكل النهائي تاعو. هذا هو الشكل. تقدروا تزينوا باي مكسرات عندكم. انا زينته بالجوز واللوز، درت له شويه سكر كلاصي. اذا تديه لاي وجبه عندك، خطوبه، بنت خطبوها ولا ولد خطبولو، زعما هكا تبغي تفرحي اي واحد بها. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله كما تعجبكم الوصفه. عاونوني بالبارطاج طبعا. اللي يبغي يدير لي تعليق محفز كذلك. بتبلاتكم تنتظر الدعم منكم. اي وصفه تبغوها قولوا لي نديرها لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.